احد الايام في بدايات سباكتي، طبعا اول ما كنت سبك يعني في البدايات لي، كان ابوي جالس. طبعا السالفه صحيحه، ابوي وزوج خالتي قاعدين يسولفون وبدري ايش، وبلا الغاز ما فهمت شيء، الا الرجال هذاك ولا لا هذاك ولا هذاك، كل السالفه. المهم طقت يبغون يصرفوني ما عرفوا، انا وقتها جاهل لا اعلم ما ادري والله ما ادري، قول لي انقلع بينقلع، بس لا تقعد تسوي لي هذاك وافهم يا عبد الله، لا كذا بستلعن واجلس. قال ابوي امسك يا عبد الله الدله، راح اطمك خلها تغيرها وقل لها، يقول ابوي امسك المرسول. راح عبد الله اخذ الدله، ثم امسك الدله يقول ابوي غيريها وامسك المرسول. امسك طيب هات الدله، تعال حتى انت معي، تعال يا تاخذني تلاعبني يا توصيني بشغله تلهي امي 3 ايام، مو بلين يروح الرجال، لا تعطيني شغله اقعد اسويها 3 ايام ورا بعض عشان تتاكد ان الرجال راح. المهم جاء اليوم اللي بعده ونفس السالفه، جاء ضيف ثاني او انه نفس الضيف وامسك المرسول، مسكت مره ثانيه. اليوم اللي بعده انا قلت لامي يا امي بكره جمعي 5 دلال جنب بعض وحطيهم مره واحده، بقعد كل شوي اطلع اغير. قالت لا علمني، اول ما يقول ابوك غير الدله تعالني عشان اغيرها، يعني تعالني عشان امسك. المهم استمرت السالفه هذه مو بيوم ولا اسبوع ولا شهر ولا سنه، بالعده والله عده سنين كنت سبك العده سنين، الين جاء يوم من الايام جلست لحالي كذا، ما ادري هل انا في الحمام او اني كنت نايم قبل لا انام، عرفت هذيك الجلسات ما تستكشف الا بالجلستين هذه. فلذا انا ما ادري اي جلسه عشان ما اكون كذاب معكم، كنت اقول الحين ابويا اذا جاي يقول لي غير الدله، ما عمري اذكر اني غيرت لابوي الدله، يعني اذكر انه يعطيني اياه وخلاص. معقوله امي تنزل الدله له او انها ترسل احد غيري ينزل له الدله يعني؟ فما يصلح الكلام هذا. لكن العزيمه الجايه انا يعني بعرف ايش اللي قاعد يصير من وراي. طبعا وقت انا كبرت في العمر، يعني بديت يعني افكر باشياء ما الامه دخل في حياتي كلها، يعني اشياء غبيه، فانا قعدت افكر بالشيء هذا. المهم جات العزيمه، جاء اليوم اللي والله العظيم اني صدق اني انتظره. قلت الحين اول ما يقول لي ابويا شيء يعني بقول له ايش معنى، يعني ما بسكت له. المهم انتظر ابوي يقول روح عندهم وامسك المرسول، انتظر كل شوي يقول قم صب قم صب قم صب، ما قال لي روح غير الدله ولا قال. المهم جلست شوي واني اروح عنده اقول له. المهم رحت عند ابوي، خلاص انا انتظرت واجد، انتظرت ما قال لي امسك المرسول. رحت عند ابوي قلت ابوي ما تبغاني اقول لامي امسك المرسول؟ قال ابوي طبعا ضحك والتفت للرجال اللي جنبه وقال له السالفه. قام يضحك الرجال هذا قال لا انا عيالي صاروا يعرفون. انا هنا اعطيته وضعيت اللي يلعن ام الغبنه، عياله يعرفون وانا ما اعرف، والله اني لا اعرف بس اصبر. راح الضيوف كلهم وقلت انا بسال ابويا بسال. رحت عند ابوي قلت ابوي الحين ايش معنى امسك المرسول؟ قال هو روح عند امك قل لها اسالها السؤال هذا وقول لها امسك المرسول. قلت انا والله الاصمل بروح اسال امي وبعرف، والله لا اعرف ذا اليوم. ونروح عند امي، طبعا كان جالس واحد من اخواني عندها. قلت يا امي الحين ابوي قال لي امسك المرسول بس ابغى اسال لانه قال اسال امك ايش معنى امسك المرسول. قال لي موجود من اخواني، قال الله، قام يضحك قال تذكرين يا امي يوم كنا نقولها؟ انا هنا ولعت ولعت واني طالع فيني. التفت علي اخوي قال ما هو قاعد يضحك، قال لي بالله ما تعرف ايش معناتها؟ واعطيته وضعيت لي لا والله ادري بس اني ابغى اشوف امي تعرفها ولا ما تعرفها. قعدت تضحك على اساس اني اعرفها وان امي ما تعرفها، وانها طلع لامي انها تقول لي معناتها من الرخيص، طبعا ما قالت لي الصدق، واني اشوف اخوي يضحك عرفت انه كذب. انا وقتها قلت لامي صح عليش، على اساس انها هي طلعت غلط. خلاص والله انا قاعد افور يعني ما افور كذا، خلاص قلت والله لكشف السالفه. فبعد الحمد لله يعني عدة جلسات في الحمام وقبل النوم، لأن هذه قلت لكم الجلسات اللي تستكشف فيها، اكتشفت الموضوع. يعني كيف اكتشفته؟ كيف شرحت لنفسي؟ أنا بعلمكم كيف شرحت لنفسي عشان أشرح لكم. أبوي دايم يقول لي امسك الدلة يا عبد الله، رأت أمك قل لها غيريها وامسكي المرسول. قلت أنا أول شيء لازم أطلع المرسول لازم أطلعه. قلت أبوي أرسلني لأمي، يعني ما في مرسول، أنا المرسول، أنا المرسول. حلو المرسول أنا، أبوي يقول غير الدلة وامسكي المرسول، يعني امسكيني، يعني أبوي قاعد يصرفني، يعني في مواضيع مهمة راحت علي. ليه طيب؟ والله ما أعلم أمي أنا يا أبوي، والله ما أعلم أحد. أنا إذا أحد قال لي سر خلاص سرك في بير والله العظيم، بس الشباب اللي أخوياي بس.
انا ابشركم مع مرور الزمن خذيت حقي والحمد لله الحمد لله. واهديني شيلت ما اخذ حقه بحب خشوم، ما اخذ حقه بدق خشوم. بعلمكم كيف اخذت حقي، بعلمكم. كان جالس ابوي والله ما ادري من الرجال اللي كان جالس معه، يقرب لنا ما يقرب. المهم انك واضح انا عرفت ان في موضوع خطير واستعديت الكلمه. ابوي بيقول لي الحين روح عطافه وامسك المرسول. قال لي ابوي روح عند امي كذا، قال لي حاف روح قل لامك امسك المرسول. اعطيته نظرة جابك الله يا حبيبي. قلت امسك المرسول ها؟ قديمه ترى ها؟ قديمه ما عرفتش معناتها، قاعد تصرفني ها؟ والله ما اقوم. المهم الله يسعده ويخليه لنا ان شاء الله. ما ادري ايش اخذ فنجان شاي ما ادري قهوه، فلقني فيه بين حواجبي الفلقه الى الحين موجوده. طبعا خيطوها وعلامه من علامات حياتي التي علمت في جسمي لن انسى هذه العلامه بتاتا. لكني خذيت حقي، شبه خذيت حقي، مو باكيد شبه.